الله يرحم الفنان مصطفى فهمي، توفى عن عمر 82 سنة نتيجة كانسر في المخ. كانت حالته صعبة جدا في الفترة الأخيرة لدرجة إن هما طلعوه من المستشفى. كان في فترة طويلة في المستشفى بعد العملية اللي عملها لإزالة الورم اللي كان في المخ. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا يا رب ويشفي كل مريض. وبعد كده لما قعد فترة في المستشفى كانت حالته الصحية صعبة جدا، فقرروا ان هما ينقلوه للبيت. اكيد كانوا شايفين ان وضعه بيسوء وما كانش فيه تحسن، نتيجة ان هو برضو كان كبير في السن. ولما شالوا الورم اللي في المخ، طبعا حاجة صعبة جدا ومش سهلة، فقالوا ان هو يبقى الأحسن ليه والأكرم ليه إن هو يكون في بيته بدل ما يتبهدل في المستشفيات. ناس كتيرة هاجموا أخوه حسين إن أخوه هنا بيموت في المستشفى وفي بيته، والتاني في واحد بيموت في المستشفى والتاني في مهرجان الجونة، وهلا هلا ويختي اسم الله وما شاء الله عليه يا ما شاء الله. بس انا عايزه اوضح لكم حاجه يا جماعه. الاتنين كانوا برغم ان هما كانوا سنهم كبير وطبعا كلنا بنفتكر ليهم الاعلان اللي طلعوا فيه في رمضان، راح فين زمن الشقاوة يا حسين دايما على بالي، فيرد عليه يا درش عاش من سما صوته، انا قلت نسيتنا يا غالي. فطبعا هم برغم انه كان سنهم كبير، بس هم يعني عارفه اللي بيتحدوا السن الكبير، بيتحد ما بيحترموش سنهم، بس ان هم كبروا وهنقعد ويقعدوا بيحترموا نفسهم. لا، هم يا جماعه عايزين ايه؟ لا احنا ما كبرناش، احنا لسه شباب، احنا لسه صغيرين، احنا فهم قانون بيخافوا من المرض. في نوعيات ناس كده بيخافوا من المرض، يعني او بيتشائموا. في ناس يقول لك اصل التاني ما كان سايبه في المستشفى بيموت او في هو ببيته ومش بيزور كل فين وفين، انه واحد غريب عنه او صاحبه. ده إيه ازاي يعني؟ انا عايزه اقول لكم يا جماعه، انا مش بدافع عن حسين فهمي، وطبعا كان المفروض يبقى جنب اخوه. تعددت الاسباب والموت واحد، لو كان قاعد معاه ليل ونهار بيراعي وصونه هو عمره وانتهى. بس انا بتكلم ان حد يدعم حد شايف ان اخوه بيموت قدامه وحالته صعبه جدا وكده، مفروض برضو الاهتمام اكتر من كده. مش يبقى اخوك وضعه الصحي بالمنظر ده، وخصوصا هو كان ابتدى الموضوع عنده من حوالي سنتين لما كان عنده 80 سنه، واستمر في من حاله من سيء لأسوأ السنتين دول. فما تعرفوش مكبر دماغه، مش من طبعه ان هو يبقى متواجد في مكان في مرض. في ناس دماغها كده يعني، في ناس يقولك لا 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 يخاف على نفسه، يتشائم، يخاف. بس هو ده الوضع، المفروض انت تبقى قاعد ومسند اخوك، يعني ده طبيعي. يبقى فيه نوع من ده، عارفين اللون ده الطبيعي. بس هقول لكم ايه، يعني انا كنت مستغربه قوي، يعني انت وضع اخوك تعبان قوي كده وفي عز قهرته وحصيته على يعني ومرضه، وانت رايح ترقص في الجونه ومروش على نفسك وتيك تيك ويا هلا هلا ويا اختي اسم الله اسم الله اسم الله. لا لا، ما ينفعش يا عم عبد الله، لا يا حاج، في ايه؟ احترموا السن شوية، احترم ان اخوك تعبان وكده. مش بدافع عنه، بس انا بس بوضح ان نوعية الناس دي بتبقى شايفة لا ان انا لسه شباب، مهما كبرت لا انا لسه شباب. بس ساعة الاجل بيجي خلاص مفيش لا شاب ولا كبير، وياما اتعظوا ان شباب كتير يعني بيموتوا وهم لسه في عز شبابهم. فهم بقى رافضين الفكرة دي، بيخافوا بيتشائموا في كده، مش عايزين طاقة سلبية. بس ما توصلش لدرجة انك ترقص، تبقى سايب اخوك ورايح تصيف والجونة ومع مراتك الاولانية ولابسين ايه والبراموضة وانت الرقص ايه وياختك. لا عيب بقى، عيب يعني. انا بس حبيت ان انا اوضح للناس فكرة الناس دي وتفكيرهم ايه، بس مش بدافع عنك. تمام؟ اللي انت عملته اكيد غلط اكيد، بس انا بوضح النوعيات دي ايه بتفكر ازاي. ان هما لا احنا الشباب شباب القلب، السن ده مجرد يعني just a number، يعني رقم وبس. انما العمر لا، شكلنا وقلبنا ومنهيص وده. بس انا عايزه اوضح له حاجه، المرض مش كبير على حد وكده غلط. اكيد اتكسرت بوفاة اخوك وكان باين عليكم الحزن، بس برضو يعني انا مش شايفه الحزن اللي باين قوي، يمكن من جواك، انا مش هظلمك، بس بجد
اللي اتعمل ده عيب يعني. والعيب بقى اكتر ان انت بعد حاجه قليله من وفاه اخوك الاقيك في نفس الوضع اللي انت كنت فيه، ورايح بقى تكمل مهرجان الجونه والشبكه ومش عارفه ايه. لا كده عيب بقى. ناس تفكيرها عجيب غريب مريب بجد. ربنا يهدي ويرحم جميع موتانا جميعا. سبحان الله يعني يا ريت الناس تتعظ ان ممكن في ثانية الواحد يموت سواء بمرض او بغير مرض، ويبقى اعمار بتنتهي في لحظة. ربنا يرحمنا برحمته.